السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد وجمعة مباركة. اليوم الوالدة ديالي دارت لنا سكسو بالطريقة ديالها. هذا سكسو حلو بالتفاية وبالقريعة وبطاطا حلوة. المهم عندنا هنايا اللحيمة والبصلة والقزبر المعدنوس الحمص. بالنسبة للتوابل كاين الكركم الابزار سكينجبير المليحة وزيت العود او زويته بلدية. اذا كنوضعوا اللحيمة ديالنا في الكوكوط، كنوضعوها وكنزيدوا عليها البصيله، كنزيدوا عليها الحمص ديالنا، وكنضيفوا من بعد داك الربيطه ديال القزبر والمعدنوس بالخويط مجموعين. واخر خطوه كنضيفوا التوابل. عملنا كيف ما قلنا الكركم والابزار والسكينجبير والمليحه. كنحاولوا نخلطوا وزويته بلديه ما نساوهاش بطبيعه الحال. اللي مولا فيه طيب بزيت المائده يطيب بها، حنا كنفضلوا نطيبوا بزيت بلديه اولا زيت العود، كل واحد كيفاش كيسميها. وكنخلطوا العناصر كامله بالمغرفه د العود كيف ما كتشوفوا، حتى كيتجانس اللحيمه مع البصيله مع التوابل. ومن بعد كنديروها كنشعلوا عليها النار وكنخليوها تشحر واحد شويه حتى كطيح شويه البصله. عاد كنمرقوها، ملي كنمرقوها كنسدوا عليها واحد ساعه تقريبا حتى كيطيب لنا اللحم والحمص. ها نتوما شوفوا، من بعد ما كيطيب لنا اللحيمه والحمص كنحيدوا اللحيمه، كنحيدوها من لان طابت، الا زدنا شعلنا عليها غادي تفرتت. كنزولوها نحطوها في شي كاسرونه اولا في شي اناء واحد اخر، كنزولوها كامله من المريقه ديالنا. صافي كنستمروا نحيدوا طريف بطريف حتى كنحيدوا طريفات اللحم كاملين اللي عندنا اللي طيبنا. كتبقى تما غير المريقه مع الحمص، كتبقى لنا تما غير المريقه مع الحمص باش كنضيفوا عليها الخضيره ديالنا كيف ما غادي تشوفوا معنا. صافي القطعه الاخيره غادي نزولوها دابا. ودابا غادي نضيفوا الخضيره ديالنا. هنا غادي نضيفوا القرعه الحمراء، غادي نضيفها في داك المريقه نيت. كيف ما كتشوفوا المريقه معسله وخاتره، كيجي صراحه سكسو بهذه الطريقه غزال، كيجي حلو، ما كيجيش يعني مالح بحال سكسو بالخضره، كيجي سكسو حلو غزال حتى العيال كيحماقوا عليه. وغتضيف حتى بطاطا حلوه، هنا قشرناها وقطعاتها يعني مرصوات كبارين، وغادي تضيفها على ديك القريعه. حيت دابا بطاطا حلوه كما كتعرفوا هي والقرعه الحمراء دغيا كيطيبوا، يعني بلا ما نسدوا عليهم غادي نديروهم بلا ما يعني نسدوا الكوكوط ونعملوا الصفاره، غادي غير نغطيوهم ونخليهم كيطيبوا. هنايا غادي نديروا البصله والزبيب يطيبوا. هنا تقريبا راه كيلو د البصله، يعني كيف ما كتعرفوا البصله ملي كطيب راها كطيح. هانتوما غادي تشوفوا يعني الكميه راه ما غاديش تبقى هذه الكميه الكبيره بحال هكا. كنوضعوا البصله كامله في الكوكوط ديالنا كيف ما قلت لكم. هنا تقريبا راه كاينه كيلو ديال البصله، كيبقى يعني على حسب الذوق على حسب عدد الافراد في العائله. ولكن دائما البصله نحاولوا نديروها بزاف لان البصله راها كطيح، يعني الكميه ديالها كتبقى تبان قليله باش ما تحشمناش. احسن نديرو من الاول بزاف. غادي نزيد هنايا، غادي نزيدو عليها، غادي نضيفوا عليها الزبيب. ديجا هنا كون فازق واحد شويه، كنا فزقناه واحد نص ساعه باش يترخى شويه ويطلق راسو. وغادي نضيف عليها شويه ديال التوابل المليحه والقرفه والكركم والسكينجبير وشويه ديال الابزار. الابزار نحاول ما نكثرش، بالعكس نكثر القريفه وباش كتعسل. ونزيد السكر. كنضيفوا هنايا الزويته بلديه. كيف ما كنقول لكم دائما كتبقى الزويته بلديه او زيت العود اختياريه، يعني اللي كيطيب بزيت المائده يعني كيبقى هذاك اختيار وذوق ديالو كيف ما كتشوفوا. غادي نسدوا عليها
واحد ثلث ساعه هكاك، وضروري ما نحلوا عليها ما نساوهاش، لان كما قلنا البصله ما فيهاش الماء. يعني نخليوها واحد ثلث ساعه 20 دقيقه حتى 25 دقيقه ونحلوا عليها، والنار ما تكونش مجهده، تكون مهيله. صافي سدينا عليها، درنا لها الصفاره، غادي نشعلوا عليها ونخليوها كيف ما قلنا واحد ربع ساعه حتى ثلث ساعه. ما نقفلوش عليها لان كنعاود نعاودها، لان البصله ما عملنا لاش الماء، خليناها تطلق غير الماء ديالها. ها نتوما شوفوا من بعد ما فتحت عليها، ها هي البصله تعسلت. وشوف لاحظوا الكميه ديال البصله كيفاش هودت بزاف، يعني شوف تبارك الله شحال كانت البصله، وراه البصله كطيح. ملي كطيب الكميه ديالها كتنقص يعني تقريبا بالثلث. هنا كيف ما كتشوفوا شبرنا السكسو ديالنا، نعملوه في واحد الاناء كبير، يعني اما طبسيل كبير او قصريه كبيره، وغادي نديروا له المليحه. وهنا ضروري مزويته بلديه البنات، يعني كطيح واحد لوغو اللي هو غزال، وكنبداو نخلطوه مزيان حتى كينسجم مع ديك الزويته والمليحه، وكتدخل فيه ديك الملحه والزويته. عاد كان ديك الساعات غادي نبداو نزيدوا له الماء شويه بشويه كيف ما غادي تشوفوا معنا هنايا. غادي نزيدوا له الماء حتى كيتروى مزيان، وكنبقاو نحسوا به في الزيت باش غادي نبخروه التبخيره الاولى. كيف ما كتعرفوا سكسو راه غادي نبخروه جوج ديال التبخيرات. دابا غادي نفزكوه ونبخروه التبخيره الاولى، ومن بعد عاوتاني كنجبدوه ونفسخوه ما كيبقاش مكركب، وكنزيدو عاوتاني نبخروه التبخيره الثانيه. هنايا ها كنبقاو نفزكوه حتى كنحسوا به يعني تروى مزيان وما بقاش يقاصح، ما كنبقاوش نحسوا به. من كنبخروا الطعام جوج تبخيرات كنشدوا واحد زليفه ديال المريقه وكنعملوا معاها معلقه ديال السمن حار، وكنبقاو نخلطوا حتى كينسجم اولا كيذوب لنا ديك السمينه، كتذوب مزيان في ديك المريقه حيت المريقه سخونه كتذوب فيها مزيان. ومن بعد كنحطوها اولا كنبقاو نسقيو بها ديك الطعام باش الطعام كيولي اللون ديالو منسجم. يعني هنا قبل ما كنسقيوه كندهنوه بهاد المريقه هذه والسمينه باش كيولي عنده لون واحد، ما كيبقاش يعني ملي كنسقيوه مباشره كيبقى جهه بيضاء وجهه صفراء اولا كيجي مسقي بزاف. هنايا كنحاولوا ندهنوه مزيان بهاد المريقه مع السمينه، كتعطيه واحد المذاق اللي زوين بزاف وكيولي عنده لون موحد، باش ملي كنجيو نسقيوه من بالخضيره وداك الشيء كيكون عنده واحد اللون رائع كما غادي تشوفوا معنا. كنبقاو نخلطوه هنايا مزيان حتى كينسجم. كما شفتوا سكسو ولا اللون ديالو موحد. كيف ما كتشوفوا من بعد ديك العمليه اللي قمنا بها غادي نبداو نسقيو اللحمه الوسط والخضيره في الجناب. كيف ما هنا قلنا سكسو عندنا هنايا سكسو حلو 100%، يعني غير بالقريعه حمراء وبطاطا حلوه والبصله والزبيب. كيجي كيف ما قلت لكم رائع في المذاق. بالنسبه للناس اللي كتفضل الحلاوه كيجي غزال 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 بزاف، كنصحكم به. نخليكم تشوفوا الطبق كيفاش كنسقيوه حتى الاخر.
كيف ما كتشوفوا ها هو الطبق النهائي ديالنا، كسكسو حلو بتفايه وبطاطا حلوه والقريعه حمراء. اذا عجبكم خليو لنا لايك وابوني، وحتى الا كاينه شي ملاحظات مرحبا. كنتمنى يعجبكم الفيديو، والى فيديو لاحق ان شاء الله. الى اللقاء.